السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا، وحشتونا جدا. الدنيا في الاهلي على صفيح ساخن، الدنيا قايمة مش قاعدة بمعنى الكلمة، ولان المصائب لا تأتي فرادى يعني. فاحنا اتغلبنا من صن داونز، تعادلنا هناك 0-0، تعادلنا في القاهرة 1-1 بهدف زيت ياسر ابراهيم، وخرجنا من بطولة افريقيا. كنا بنتمنى ان اللي حصل ده ما يحصلش، وان الموضوع يكون احسن من كده، ونصعد للسنة السادسة على التوالي، وناخد البطولة الثالثة على التوالي للرابع مرة بنفشل فيها. تخيل احنا بنتكلم في ايه؟ في رقم قياسي عالمي، انك تكون صعدت السادس نهائي على التوالي، ودي هتكون اول مرة على مستوى العالم تحصل. بس للاسف قدر الله ما شاء فعل، بسبب مدرب جبان. مدرب بص مفلس فنيا والله. في غربله بتحصل في كل حته في النادي الاهلي حاليا، من مدير الكره للراجل المدير الفني بص، مفيش حد في الاهلي قاعد في مكانه. سامي قمصان هيمشي او مشي خلاص، محمد شوقي هيستلم، مدير رياضي جديد، مدير فني جديد، جهاز فني جديد، كل حاجه في الاهلي بصراحه السنه دي الاداره عملت حاجات كتير غلط، وكانت المؤشرات باينه من اول الموسم. يعني بالسيناريو اللي خرجنا بيه امام باتشوكا، وانسحابنا من الدوري، والتفريط في الي ديانج، ومشان اكتر من لاعب المدرب بيتعامل معاهم يعني بتدني بصراحه. واحد زي قفشه، واحد زي عمرو السوليه، واحد زي علي معلول. الناس دي قيمه وقامه في النادي الاهلي، الناس دي عملت كتير النادي الاهلي، ما كانش ينفع يبقى يتعامل معاهم بالشكل ده. بس للاسف هو ده اللي حصل، هو ده اللي كان موجود، هو ده ارض الواقع، ودي اخطاء اداريه موجوده من اول موسم. احنا كان الراجل ده مشي من اول موسم. كل الاحترام والتقدير لمدربنا مارسيل كولر على السنتين اللي فاتوا. الموسم ده بصراحه احنا موسم صفري، ونستاهل نكون موسم صفري. تصرفات غلط من الاداره، جهاز فني مش احسن حاجه، الوضع في الاهلي ما كانش احسن ولا احسن حاجه تخلينا نكون مبسوطين وراضيين عنه. خسرنا الدوري، هو حرفيا الدوري ما خلص، بس بنسبه كبيره في اربع نقاط الدوري البيراميدز. مع ان احنا في الاهلي متعودين هنحارب لاخر نفس. بطوله افريقيا خرجنا منها، الكاس احنا معتذرين عنه، كاس مصر احنا ما شاركناش فيه. فللاسف يعني موسم صفري وموسم للنسيان. سكواد عالمي موجود، احنا محتاجين مدرب يعرف يستخدم الادوات. احنا يعني لغايه النهارده بكلمكم فيه ده، الجناح بتاع الناشئ محمد عبد الله مسجل هدف روعه في جنوب افريقيا، في بطوله افريقيا تحت 20 سنه. فاحنا عن كل المقومات موجوده في النادي، الاداره موفره كل حاجه، بس كان لازم نوفر مدير فني عنده طموح، مدير فني عنده الجرأه. مش هبقى بلعب في النادي الاهلي وبتيم النادي الاهلي، وبلعب على استاد القاهره وفي 80,000 وبلعب بخمس مدافعين. الكلام ده ما يصحش، وما كانش ينفع يحصل مش النادي الاهلي اللي يحصل فيه كده. النهارده تعين كابتن محمد يوسف قائم باعمال المدير الفني، كابتن عماد النحاس هيكون مساعد ليه، كابتن محمد شوقي لسه زي ما هو مدير كوره. فاحنا عايزين الناس تركز شويه، احنا عايزين جهاز فني على مستوى، جهاز فني يكون عنده القدره انه يستخدم ادوات. مش عايزين حد يخترع علينا لعيبه، عندنا لعيبه جاهزه. عايزين مدير فني يكون يقدر يستخدم ادوات نقدر ندخل بيه كاس عالم واحنا قلبنا جامد. بسكواد بصراحه انا مش شايف فيه غلطه، الاداره ما خلتش حاجه. جابت لك زيزو، جابت لك اشرف بن شرقي، جابت لك احمد رضا، عندك امام عاشور، عندك جردشار، عندك وسام ابو علي. انت اللي مشيت كهربا، انت اللي مشيت احمد عبد القادر، انت اللي مشيت نيلو ديانج، انت اللي مشيت حمدي فتحي. عندك ناس بصراحه تعمل بيها مستوى عالمي، تنام افريقيا من اذان الظهر مش من المغرب. بس انت كمدرب كان مدرب جبان، مفلس فنيا. نقطة. الموضوع رمي ازاز المية على المدرب واحد، دي حاجة غير اخلاقية بالمرة، واحنا ما نقبلهاش. الراجل كان ليه معانا حاجات حلوة، كسبنا معاه بطولات، فكان من الذوق من الادب ما يخرجش بالشكل ده. النادي الاهلي بيتفاوض معاه لان الراجل ليه شرط جزائي بيتعدى 3 مليون دولار قيمة السنة اللي فاضلة من مرتبه، والاهلي بيتفاوض معاه وكيل. الناس اللي اتكلمنا عنها عماد النحاس، محمد يوسف، محمد شوقي، الناس دي هتكمل معانا تقريبا لغايه مباراه بتروجيت، لغايه النادي الاهلي ما يعلن رسميا عن المدير الفني الجديد. مش مفيش حاجات كتير على الساحه تتقال اكتر من كده. مستنيين بقى الخطوات اللي جايه، نشوف النادي هيكون صرفاته ازاي، هنشوف الراجل هيخلصوا معاه ازاي مع وكيله 3 مليون دولار. بنتمنى ان الفتره الجايه يكون فيها تحسن، بنتمنى ان الناس في الاهلي تصحصح شويه اللي بيحصل. حاجه اخيره بس،
انا شايف الجماعه الزملكاويه فرحين في خروج الاهلي، والله حقكم تفرحوا. ما دام انتوا ناديكم مش قادر يفرحكم، فعلى الاقل يبقى الاهلي اللي بيفرحكم. مش هقول لكم حاجه اكتر من كده، دي بس حاجه مختصر مفيد. اذا انتوا ناديكم مش قادر يفرحكم، فكفايه عليكم ان الاهلي هو اللي هينكد عليكم، وبرضه هو اللي هيفرحكم. دي كانت اهم واخر الاخبار. اخواتنا وحبايبنا ادعمونا بلايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.